اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحابته اجمعين. احنا مش قادرين نعمل طبيخ، الجو صعب جدا ومش قادرين نقف قدام البوتاجاز، فما فيش اسهل من كده، ولا هنعجن ولا هنخمر. يلا بينا على بركه الله. عندنا 2.5 من الدقيق بما يعادل نص كيلو، وعندي هنا شويه جبنه مشكله، عندي شويه جبنه موتزاريلا، عندنا معلقه واحده صلصه حاطين عليها كده زي مقدار 3 معالق ميه، ربع كوبايه زيت وكوبايتين ميه، هنشوف هنستخدم قد ايه، معلقه بيكنج باودر. الطبق ده كده فيه حبايه من الطماطم متشال القلب من جوه، كمان نص حبايه فلفل وشويه زيتون وشويه بسطرمه. يلا بينا نقول على بركه الله. بسم الله كده. بصي، اول حاجه الدقيق ده منخول قبل ما يتحط في الكوبايه. هنحط بقى الدقيق، انا مش هحط خميره النهارده، انا هعملها بالبيكنج باودر. ادي معلقه من البيكنج باودر كبيره، ربع معلقه سكر صغيره، وزيها واقل منها كمان ملح. نقلب بقى كده المواد الجافه مع بعض. بصوا، انا اثناء ما بعملها من كتر ما هي سهله ولعت الفرن وهديته لحد ما اخلصها. الميه ميه عاديه من الحنفيه. بسم الله كده هبدا انزل بيها. انا نزلت باول كوبايه، انا هنا عامله كوبايتين من الميه، وبرده هنزل بنص دي وابدا اقلب فيهم واسيب النص التاني لحد ما اشوف هتحتاج ولا لا. اللي فاضل من الميه شكلها كده هتحتاج. هنا كده انا بدات اقلب فيها شويه قبل ما انزل بنص كوبايه الميه التانيه، وبرده ما نزلتش بيها كلها علشان اشوف هتحتاجها ولا لا. بسم الله. نقلب فيها بقى كده لحد ما تحل. خلاص انا بدات اقلب فيها. بصي ده القوام، لا انا عايزاها اخف من كده كمان شويه صغيرين، فنزلت كده بربع كوبايه من نص الكوبايه. انا عايزاها تبقى عجينه فعلا سايله كده، مش متماسكه قوي، يعني تبقى خفيفه شويه. خلاص هي دي الشويه اللي فاضلين من الميه، وطبعا ال2.5 اللي هما النص كيلو بالظبط، يعني كده تقدري حطيت 2 الا ربع من الميه. هنزل كده بشويه الزيت واقلبهم كويس قوي برضو في بعض. خلاص كده ده بيكون القوام بتاعها زي ما انت شايفه كده، مش خفيفه ومش تقيله. دي الصينيه كده، بصي حجمها كبير اهي. دهناها كده، حطينا كده معلقتين زيت كويسين فيها ندهنها كلها، وزي ما قلت لك كده مولعين الفرن علشان تخش على فرن حامي. خلاص هبدا كده بسم الله هنزل بالخليط زي ما انت شايفه الخليط سايل ازاي. همسك بقى الصينيه كده اديها خبطتين بس عشان تتساوى. جبت بقى معلقه الصلصه زي ما قلت لك، حطيت فيها 3 معالق ميه، حطيت فيها شويه فلفل اسود صغيرين كده، ربع معلقه، بتديها طعم حلو قوي. يلا بينا ندهنها. هنا وانا بدهن طبعا بدهن عكس البيتزا سمنه، بدهن كده بشويش عشان انت زي ما انت شايفه كده البيتزا سايله، او ممكن حتى اعملها بمعلقه. انا احسن هعملها كده بالمعلقه، وبعدين اسيبها تتشمع كده حوالي دقيقتين، وبعدين ابدا كده اوزعها، يعني ارجع كده على الجزء الاولاني بظهر المعلقه كده. وزعتها كده ظهر المعلقه ليها احسن كده. شويه طماطم كده، انا هنا الصراحه عندي مش بيحبوا الطماطم والفلفل كتير فيها، فبحط حاجات بسيطه. كمان مش بيحبوا طعم البصل، لو حابه تحطي بصلايه كده حمرا صغيره وتقطعيها حلقات رفيعه. البيتزا ممكن تتعمل باي حاجه، بواقي مفروم، بواقي صدق، بواقي فراخ، اي حاجه حلوه قوي للاعياد الميلاد والمناسبات، وبتبقى سريعه وسهله، وهتشوفي ان شاء الله النتيجه لما تطلع. بص نحط بقى كده، حطينا الطماطم والفلفل، انتي حابه تزودي زودي. نحط كمان البسطرمه. خلاص حطينا البسطرمه، ننزل بقى بشويه الجبنه كده المشكلين عندنا. عملتها في صينيه مربعه حلوه قوي، لو عملتيها في الصينيه المربعه وقطعتيها لعيد ميلاد بصي هتشوفي جمالها كده في النهايه. وكمان فوقيهم شويه الجبنه التانيين. هي ما بتمطش زي التانية، لكن طعمها الصراحه بيبقى خطير، وحاجه خفيفه كده جنبها شويه بطاطس محمره، وحلوه جدا
انك تاخديها نادي ولا تاخديها معاكي اي خروجه كده بعد الظهر. هدخلها بقى الفرن لمده تلت ساعه. انا قربت الشبكه على الصاجه، بتاخد حوالي تلت ساعه مش اكتر من كده. وبعد ما طلعناها طبعا هم هنا مش مستنيين ان هي تبرد، فهنقطعها. وهي الصراحه يعني حلاوتها برضو وهي سخنه. انا هقطعها مربعات كده. يلا بينا. بصي شايفه الجمال وشايفه التسويه بتاعتها، هي نفس البيتزا اللي بنعملها، بس دي سريعه وسهله وحلوه جدا للمناسبات.